جايه لكم النهارده بفيديو بقى لا احسد عليه. تابعوا معايا كده الفيديو للاخر ونشوف مع بعض وصلنا لحد فين في التشطيبات. بس قبل اي حاجه، لو انتي كده لسه جديده ما تنسيش الاشتراك في القناه وكومنت امر منك عشان نبقى اصحاب كتير، ولايكات كتير للفيديو ده علشان الفيديو يترفع كده، وان شاء الله قريب نشوف الفينش الاخير للشقه. وكمان النهارده انا جايه لكم، بصوا الشقه مش على البلاط، لا دي اعماق من تحت اعماق الارض كده. كسرنا كل حاجه في الشقه زي ما انتم شايفين، حوائط وارضيات بقى، مطبخ وحمام وشقه. التشطيب زي ما انتم شفتوا المره اللي فاتت، تشطيب الجهاز ما كانش كويس خالص، فاحنا هنا كده يعني في المطبخ والحمام شلنا كل السيراميك وهنغير كل السباكه. في الوقت ده في الوقت ده كان السباك يعني كتر خيره، هو والله تعب معانا جدا. هو كمان يعني بياخد شغل تشطيبات كبيرة. جه وظبط لنا كل السباكة، وكمان هنا كان بيفهمني ايه الحاجات اللي هنعملها، لان المواسير هو حتى شافها قال لي ما كانتش كويسة خالص، كويس ان احنا هنغيرها. وكمان جبنا طوب زي ما شفتوا علشان غيرنا كده مكان باب المطبخ اهو، كمان اتبنى علشان بس يستوعب ان شاء الله كده كل الاجهزة جوه المطبخ. بس وبكده السباكة تكون خلصت. بصوا بقى، يعني الحاجة لما بتبقى على نظافة كده الواحد بيبقى مرتاح باله. كمان السباكة دي اهم حاجة بجد، يعني عشان هي الاساس، يعني السباكة والكهرباء هم اساس الشقة. هنا كده انا مرضتش والله انزل لكم كده بكل شوية فيديو بحاجة صغيرة، قلت عشان الفيديوهات ما تطولش على الفاضي ويبقى في ملل في الفيديوهات يعني عموما. فانا النهارده جايه لكم بثلاث حاجات كده احسن من بعض. كسرنا الشقه، عملنا السباكه، وهنا كده الحمد لله الحمد لله ركبنا الكهرباء، عملنا الاساسات بتاعه الكهرباء، لان هما كانوا عاملين زي فيشه واحده في كل مكان، وده طبعا ما ينفعش خالص. فعملنا الاساسيات في الصاله، ظبطنا مكان للتلفزيون، البلكونه، كل حاجه. عملنا ايه كمان؟ اهم حاجه هوريها لكم كمان في البلكونه هي دلوقتي. بصوا انتوا لو لاحظتوا كده واحنا داخلين البلكونه ان في اتنين حديد على بعض. البلكونه كانت قصيره جدا، فاحنا زودناها بحديد تاني، وعملنا كمان المناشر. لان كنا خايفين بس اي حد يقف، كان المستوى واطي خالص، فعليناها بحديد كمان. وانا هنا كده في الغرف هوريكم الكهرباء. بصوا انا هنا كنت حابة اوريكم ان كمان لازم يكون في شغل للنجارة، لان برضو الشقة دي اولا احنا مستلمينها من زمان قوي، وكانت بصوا زي شقة مهجورة كده، كنا سايبينها، وبابا يعني ربنا يشفيه ويديله الصحة كان قايل ان هو هيظبطها بقى لما يطلع على المعاش وكده. بس ظروف تعبه والكلام ده، فالحمد لله على كل حال احنا هو بدأنا كده المسيرة اللي هو كان عايز يعملها، ان احنا نظبط فيها ونشطبها. الحمد لله رب العالمين. جبت كمان جبنا كمان، يعني ماما اللي جابت السيراميك. بصوا السيراميك بجد هيعجبكم جدا. كمان في كومنت جالي ان يا ريت يكون السيراميك فاتح علشان ينور الشقة ويكبرها، لان الشقة فعلا يعني مش كبيرة، هي 63 متر، فانا جايبين كل السيراميك فاتح. تمام. شايفين بقى الكهرباء، كل سلوك الكهرباء. معلش الفيديو ده هتلاقوه شوية بالعرض وشوية بالطول، لان مش انا اللي مصورة الاتنين. السباك كان مصور حاجات، وهنا اختي كانت مصورة حاجات، ف يعني استحملوني شوية. بس انا قلت ايه انزل لكم كده احنا وصلنا لغاية فين. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما يكونش ممل ولا حاجة، انا حبيت اجمع لكم الحاجات كلها. هستنى رأيكم في الكومنتات، وباي باي.